إلى تعرض المهاجم الجزائري أمين غويري 25 سنة لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإصابة خطيرة في الرأس والكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوغندا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. أدت الإصابة التي نتجت عن تدخل من الخلف من قبل حارس أوغندا سليم ماغولا إلى حالة طوارئ في ناديه. أهم النقاط المتعلقة بالإصابة: نوع الإصابة: خلع في الكتف وتمت إعادة عظم الكتف إلى مكانه بسرعة، وهي إصابة مشابهة لإصابة سابقة تعرض لها مع مارسيليا أمام لوريان. التوقعات الطبية: حسب الصحافي وليد أشرشور، الفحوصات الطبية أكدت أن الإصابة ليست مقلقة، وسيكتفي غويري بفترة راحة قصيرة قبل العودة للتمارين. نقطة إضافية: على الرغم من الإصابة، حضر غويري حفل التكريم الذي أقامه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرياضي النخبة مرتديا حمالة ذراع طبية، مما يؤكد على روحه الوطنية وحرصه على الحضور.